مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بافضل صحه وافضل حال. موضوع النهارده مهم جدا، هو حقن التخسيس او براشيم التخسيس. يعني على حسب ما قرر معايا البراشيم ومعايا الحقن. تفتكروا نبتدي بايه؟ انا حاسس ان الفيديو ده المفروض يتعمل للحقن، لان الناس قلبت الدنيا على السوشيال ميديا على موضوع الحقن. اخد حقن ولا ما اخدش؟ تطلع تلاقي ناس تقول لك اصل انا خسيت 10 و15 و20 كيلو بسبب حقن التخسيس ومفيش اي سايد افكت. والناحيه التانيه يقول لك لا، خلي بالك، حقن التخسيس بتعمل سكتة قلبية، بتجيب سكر، بتوقف معدل الحرق، بعد كده بتبوظ جسمك. طب اعمل ايه؟ في وسط كل التوهة دي انت عايز حد يديك حل جذري. اخد حقن التخسيس ولا ما اخدهاش؟ هتضرني ولا هتنفعني؟ طيب في الحلقة دي انا هجيب لك الخلاصة. لو اول مرة تتفرج علينا، معاكم اخصائي التغذية كابتن عمرو خالد. شرفونا باشتراككم وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل حلقة بننزلها جديدة، تستفادوا معانا كتير جدا. متنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وينتشر، وان شاء الله الفيديو هيعجبك. طب تعالى بقى نسيبنا من البراشيم، لان انا حاسس ان موضوع البراشيم مش مهم قوي النهارده. خلينا في موضوع الحقن. طيب اول حاجه عايزين نعرف الحقن دي ايه الماده الفعاله اللي فيها. الماده الفعاله اللي فيها اسمها جي ال بي. الماده الفعاله دي بتشتغل على، طبعا في مواد فعاله تانية بس ده المعظم بنسبه 80% هي ماده جي ال بي. الماده دي بتعمل ايه؟ الماده دي بتخليك تهضم الاكل ببطء قوي، بتحسسك بالشبع وبتزود معدل الحرق شويه. معنى كده ان هي فعاله؟ اه فعاله. يعني هي مش مضره؟ لا مضره. طب اعمل ايه؟ او انت تفيدني بايه؟ تعالى بقى مع بعض ندرس الموضوع كله ونعرف ايه قصه حقن التخسيس. حقن التخسيس اتعملت تحت اشراف طبي، دي اول حاجه. معنى كلمتي ان انا ما ينفعش اخدها غير باشراف طبي. رقم اتنين، معموله لمين حقن التخسيس دي؟ مين اللي ينفع ياخدها؟ الناس اللي هي اوفر او في وزنها. يعني بنتكلم بدايه ستارت من 10 ل 15 ل 25 فيما فوق، الناس اللي اوفر. يعني الناس عايزه تخس 10 15 20 25 كيلو، رغم ان انا ما برجحش قوي برضو ان ال 10 كيلو اوفر يروح ياخد حقن، لان احنا عاملين انظمه رجيم، وفي انظمه رجيم كتير جدا مع شويه التزام في شهرين 3 4 هتوصل لده من غير اي تدخل كيميائي في جسمك. تمام. فالموضوع ده معمول لمين؟ للناس اللي عندها فعلا مرض اسمه سمنه مفرطه، للناس اللي عايزه تخس وزنها عالي قوي. ومين تاني؟ الناس اللي عايزه تخس وزنها عالي قوي وعندها امراض مزمنه زي السكر والضغط. فدول اللي الحقن معموله لها، مش معموله لحد عنده مناسبه كمان شهرين ثلاثه فعايز يخس 4 5 كيلو 6 كيلو زي ما قلنا لحد 10 كيلو. الكلام ده تقدر تعمله، مش هتروح تاخد حقن اولا سعرها عالي، ثانيا اي حاجه هتخش جسمك غير طبيعيه، حتى لو نسبه سايد افكت او الضرر هيبقى قليل بس برضه هيبقى ليها ضرر. الحقن دي معموله كعلاج، مش ان انا عايز اخس شويه كيلوهات كده، من يعني بضع كيلوهات اللي هو من 1 ل9 كيلو او 10 كيلو اروح اخد الحقنه دي. يبقى احنا عرفنا الحقنه بتتاخد لمين ومين ما ياخدهاش. طيب هل في ضرر من الحقنه؟ اه في اضرار من الحقنه. ليه بنقول ان هي تحت اشراف طبي؟ لان ما ينفعش ان اي حد يروح ياخدها. يعني مش معنى ان انا وزني زايد 10 15 كيلو او عايز اخس وعندي سكر او ضغط، ربنا يشفي كل الناس، اجري اعرف اسماء الحقن دي واروح الصيدليه او اروح اي مكان اشتري الحقن واروح اخدها. لا طبعا غلط جدا، لان الحقن دي نسب الماده الفعاله تركيزها مختلف، فما ينفعش ان انا من نفسي اروح. لازم تتحدد التركيز اللي يخش جسمك قد ايه، والماده الفعاله اللي هتخش جسمك انهي ماده، حسب ظروف صحتك وسنك ونسبه الدهون اللي عندك ووزنك الزايد زايد قد ايه. يبقى احنا كده عرفنا ان حتى لو انت من الناس اللي ينفع تاخدها، ما ينفعش تاخدها من دماغك، لازم تاخدها تحت اشراف طبي. كده احنا نوهنا عن الحته دي كويس جدا. هل هي ليها مفعول وهل هي بتعمل حاجه؟ اه هي ليها مفعول وبتعمل حاجه. طبعا مش كل الانواع، الانواع المعروفه واللي مرخصه من وزاره الصحه هي دي اللي ينفع تتاخد وتتاخد تحت اشراف طبي. شوف انا قلت اشراف طبي حوالي دلوقتي 4 مرات. طيب كده احنا عرفنا. طب انت بقى تنصحنا بايه؟ انا انصحكم لو الموضوع انت حاسس انك ينفع تلمه بالرجيم والدايت والحاجات الطبيعيه وشويه تمارين وكارديو ورياضه، وتعمل روتين وتعمل لايف ستايل لنفسك، ده افضل بكتير جدا من ان انت تدخل حقن. طب لو انا خلاص جربت كل حاجة ووزني عالي قوي والموضوع ده، لان السمنة بتجيب امراض تانية كتير، بتجيب كوليسترول، نسبة دهون في الجسم كبيرة، بتجيب دهون على الكبد يعني في بلاوي ممكن تحصل بسبب السمنة. طب لو انا بقى واصل للحالة دي وخلاص عايز حل يساعدني وناخد بالنا، لان الحقن التخسيس او براشيم التخسيس او اي حاجة
بره الرجيم وان انا احافظ على اكلي واعمل رياضه، ده اسمه عامل مساعد. دي مش عصا سحريه يا دوبك اخد الحقنه من هنا فهخس من هنا. لان معلومه كويسه قوي واحنا بنتكلم كده ركز فيها، ان انت لو بتاخد الحقن دي ومبوظ اكلك وما بتعملش اي رياضه، ما بتعملش اي حاجه، الحقن دي مش هتعمل لك اي حاجه، ولا البراشيم هتعمل لك اي حاجه. الاساس انك تظبط اكلك وتحسب سعراتك الحراريه وتعمل نشاط بدني، وانك تنام بالليل كويس، وانك تشرب مشروبات بتساعد على حرق الدهون، وانك حاجات كتير قوي اللي احنا بنقولها في كل فيديوهات الرجيم، يعني اكيد انت اتفرجت عليها. لكن الحقنه هي عامل مساعد، عامل مساعد قوي. يعني لو انت مثلا بتخس في الشهر مثلا 2 كيلو، الحقنه ممكن تخسسك في الشهر 4 او 5 كيلو. فهي الفكرة ان الحقنة مش الاساس، الحقنة اساس لنظام رجيم وحياة صحية متكاملة. صح، هي حاجة بتساعدك مش حاجة بتخسسك. كده احنا عرفنا مين اللي ياخد الحقن وياخدها تحت اشراف طبي، وان الحقن مش عصاية سحرية، الحقن هي مجرد اداة بتساعدك واداة قوية شوية. كده احنا عرفنا كل حاجة عن موضوع الحقن. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الحلقة، ولو حابين نتكلم عن انواع الحقن بالتفصيل والمادة الفعالة اللي جواها، وانواع البراشيم بالتفصيل والمادة الفعالة اللي جواها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، بقراها كلها. ولو لقيت تفاعل كبير على موضوع معين ايا كان، حتى لو بعيد عن موضوع الحقن والبرشام، هنتكلم عنها. واتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحلقه بتاعتنا، وان شاء الله بتمنى للناس كلها الصحه وان هم يبقوا في افضل حال. وما تنساش تكون عملت لايك وشير للفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه على خير. كان معاكم كابتن عمرو خالد، سلام.